السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم ماي أوسمان. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن ما يلي: ماذا سيحصل بين الأسياد وعثمان؟ وما موقف السلطانة أصمهان؟ وهل سوف تقضي أسماء على فري؟ وهل سوف تتوقف خيانات بيندر وأسمهان؟ وهل يتم علاج أورهان؟ وماذا بخصوص السلطان مسعود؟ ولماذا لم يظهر السيد قراسي؟ ومن الذي يهاجمه تولغوت وغيرها من الأمور؟ وقبل أن نكمل هذا الفيديو لا تنسوا ذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وهيا بنا نكمل تفاصيل الحلقة. في البداية يكون عنوان الإعلان هو حديث عثمان: إذ كان سوف يتم دفع الثمن فهذا سوف يكون بالدم وليس بالذهب. ويكون عثمان حينها يتحدث مع أحد الأسياد غالبا، ولكن ماذا سيحصل بين الأسياد وعثمان؟ وما موقف أسمهان؟ ورأينا كيف انتهت الحلقة الماضية حيث حصل ما حذر منه عثمان، فقد حذرهم من هجوم المغول على قبيلة جاندار وقبيلة قراسي. والأهم ظهر للأسياد أن لا قيمة للسلطانة أسمهان عند المغول، فقد رأينا كيف سلم رجال أسمهان سلاحهم للمغول، وبهذا لن يبقى هناك مجال للأسياد ليستمروا مع السلطانة أسمهان. وحاليا قد طلب المغول منهم الضرائب الكثيرة وحل بجيوشه، ولهذا سوف يتوجه غالبا السيد جاندار والسيد قراسي لعثمان، ويقابلهم عثمان في خيمته ويقول لهم حينها: بسبب الأخطاء التي ارتكبتمونها دفعنا الثمن باهظا، ولكن إذ كان سوف يتم دفع الثمن فهذا سوف يكون بالدم وليس بالذهب. فعثمان سوف يقرر القتال ثم سوف يستدعوهم إلى سوغوت غالبا. وفي الإعلان كان يأتي السيد قبيلة جاندار ومعه يعقوب، وهذا المكان هو سوغوت، ولكن لم يظهر السيد قبيلة قراسي، فربما يكون قد سبقهم أو يكون في مهمة أخرى، وحينها يكون رجال أسمهان هم الحراس كما نرى. ولهذا لم يسيطر عثمان بعد على هذه المناطق، ولكن بعد أن يحصل الاجتماع مع الأسياد فجميع الأسياد سوف يتفقون مع كلام عثمان، وربما يعقوب فقط قد يتكبر على عثمان. ولكن الخطأ الذي وقع به ووقوفه الخاطئ مع أسمهان لن يستطيع معارضة عثمان بعد الآن، وعثمان سوف يقول لهم: سوف يتم جمع الجيوش المتفرقة مجددا وأنا من سوف أترأس هذا الجيش. وبعدها عثمان سوف يستعيد سوغوت من جديد، وكذلك سوف يستعيد مدينة نشاه. وعثمان كما قلنا لن يقبل بدفع الضرائب للمغول كما قال. وفي هذه الوقت أو بقليل سوف يأتي قائد المغول إلى قبيلة عثمان وسيعرض على عثمان أن يكون تابعا له، ولكن عثمان سوف يرفض. وهنا لدى عثمان ورقة قوية لا نعلم متى سوف يستخدمها، وهي السلطان مسعود، فإن جميع القبائل قراسي وجندار ويعقوب سوف يجعلون مسعود هو السلطان، فحينما يضطر المغول قبول هذا الأمر. وعموما ما زال لدينا التحضيرات يقوم بها بين الطرفين قبل المواجهة، وفي هذا الوقت لن يخلو هذا الأمر من خيانات سواء من أسمهان أو بيندر وغيرهم، فهم يستعدون بإفشال خطة عثمان الذي يقوم بها، وقد يحرضون الأسياد وخصوصا يعقوب لعمل مشاكل مع عثمان. ونعلم بالتحديد هل سوف تذهب أسمهان إلى مكان آخر أو أنها سوف تبقى في سوغوت. ولكن حينها كانت تتحدث مع بيندر عن فري تكون في مكان غير نشاه أو في غرفة أخرى غير غرفة المجلس. وحاليا عثمان يعلم بكل خيانات أسمهان وسوف يحضر لها خطة قوية غالبا، فهو يعلم أنها هي من تسببت بانتشار المرض وكذلك اللعبة التي حصلت مع أكتيمور. ولكن عثمان لا يملك الدليل حاليا، والدليل الجديد في يد عثمان فهو فري. فماذا سيحصل معها؟ هل سوف تقضي أسماء عليها؟ رأينا في الإعلان بالا تقوم
باستجواب فري وبشكل عنيف، وتريد منها أن تعترف عن مسألة التسميم الذي حصل مع أورهان، ويبدو أنها لا تعلم شيء عن هذا الأمر، وسوف نتحدث عن مسألة أورهان بعد قليل. ما يهمنا الآن أن بيندر أتى لأسمهان ويقول لها أن بالا قد أمسكت بفري، وبعدها تقول أسمهان لبيندر يجب أن لا تتحدث فري، ويبدو أن أسمهان سوف تتحدث مع بينغي خاتون وتخبرها بأن تجعل أسماء أن تقضي على فري. وبعدها جاء مشهد لبينغي وهي تقول لأسماء إذ بقت حية أو تكلمت سوف نحترق جميعا، فهل يريدون القضاء عليها أم أنهم يريدون تهريبها؟ من حديث بينغي خاتون يبدو أنهم يريدون القضاء عليها، فهي قالت لأسماء إذ بقت حية، وهذا يعني أنها سوف تجعل أسماء تقوم بخطوة للقضاء على فري. وحسب السيناريو فإن فري يجب ألا تموت بهذا الشكل، ويجب أن تموت على يد بالا أو ملهون، ولهذا قد تسهل أسماء لهروبها أو تضطر بالا قضاء عليها، أم أن فري سوف تقوم بخداعهم وتخبرهم أنها لديها علاج لأورهان، من ثم سوف يقوم بإطلاق سراحها بسبب هذا العلاج. فما رأيكم؟ فماذا سوف يحصل لفري؟ وهل سوف تقضي عليها أسماء؟ وهنا ملاحظة متعلقة بهذا الأمر أيضا، وهو مسألة ابنة أوكتام، فقد هددت أمها بأنها إذا لم يتم علاج أورهان فإنها سوف تخبر عثمان. فماذا سوف يحصل لابنة أوكتام بخصوص هذا الأمر؟ وشاركونا رأيكم بخصوص هذا الأمر، سوف نتحدث عنه في فيديو قادم إن شاء الله. وأما عن مسألة أورهان هل يتم إيجاد علاج له، فقد رأينا أن عثمان صنع له عربة، ولهذا يبدو أن قصته قد تتأخر قليلا وقد تمتد على الأقل، وهناك دليل على هذا الأمر. وقد ظهر في الإعلان وهو أن أورهان ظهر في مدينة نشهر عندما عادت لعثمان، وعندما رفع عثمان راياته يكون أكتيمو يجر أورهان على العربة حينها، وهذا المشهد قد يكون في منتصف الحلقة تقريبا، فهو سوف يكون بعد مجيء القائد الماغون نيمان لعثمان، وسوف يكون بعد تحقيق مع فري، ولهذا قصة أورهان سوف تطول قليلا. يجب إيجاد السم قبل أن يتم علاج أورهان، لأن الدرويش كونال العبدال أكد في الحلقة الماضية أنه لابد من معرفة السم قبل العلاج، ونقول سوف يتم علاجه خلال حلقتين أو 3 تقريبا، وسوف يتم علاجه عبر هؤلاء الأشخاص، إما فري أو أسماء أو سلطان أسمهان أو ابنة أوكتام أو غيره. وأما عن موعد عرض الحلقة سوف يتم تأجيلها إلى أسبوع قادم بسبب الزلزال الذي أحل بتركيا يوم أمس، حيث أصيب تقريبا 2022 شخص، وكذلك مات تقريبا في الزلزال هو 3549 شخص. اللهم اشفي جميع المصابين، وكذلك اللهم ارحم جميع الموتى الذين ماتوا في سوريا وفي تركيا بسبب هذا الزلزال. وأعتذر على هذا الصوت الذي موجود في الفيديو، والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.